اهلا بيكم في اول فيديو في سلسله ازاي ابتدي مشروع من غير ما اموت من الجوع. في معلومه بفايده بنديكم معلومات في عالم الماديات. لو قاعدين وطلعتوا بفكره مشروع جامد، ازاي تتاكدوا ان الفكره دي فيها فرصه حقيقيه ومش هري على الفاضي؟ لازم تسالوا نفسكم اسئله مهمه. ايه المشكله اللي هتحلوها؟ مين جمهوركم المستهدف؟ مين منافسينكم؟ وايه اللي بيميزكم عن غيركم؟ ومن هنا هتعرفوا تعملوا دراسه للمشروع. طب الدراسه دي بتتضمن ايه؟ دراسه السوق. ادخل بنفسك وشوف الدنيا شغاله ازاي، او اسال جمهورك واعرف رايهم عن المنتج بتاعك او خدمتك من خلال السوشيال ميديا، او انزل خد الفيدباك بنفسك من الشارع. تحليل المنافسين. شوف المنافسين بيعملوا ايه، وهل السوق فعلا محتاج فكره جديده ولا الدنيا زحمه والكل بيبيع نفس الحاجه. تحليل الجدوى الماليه. احسبوا تكلفه المشروع بشكل مبدئي، زي راس المال المطلوب، المصاريف الشهريه، والربح المتوقع. ولو الموضوع كبير عليك ممكن تستعين بخبراء او اصحاب خبره يساعدوك تظبط الحسبه. نموذج مبسط للمشروع. جرب فكرتك في السوق بحاجه صغيره، ممكن تبدا بصفحه على السوشيال ميديا او موقع صغير او حتى نموذج مبدئي للمنتج بتكلفه بسيطه. والفكره هنا انك تختبر رده فعل الناس قبل ما تحط فلوس كتير. لو عايزين تعرفوا اكتر عن بدء المشاريع اكتبوا لنا في الكومنتس عشان نشرح لكم بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. ما تنساش تعمل سيف.